عارفين مين هي القديسة؟ اللي كل ما يقصوا شعرها يرجع يطول تاني؟ زمان كان في طفلة اسمها جوستينا، وكان وقتها عندها 12 سنة، وكانت جميلة جدا وشعرها كان طويل قوي. وفي يوم جه ملك ظالم وشاف جوستينا بنوتة صغننة وجميلة، وراح أخدها معاه وحاول إنه يخليها تسجد وتبخر للأوثان بتاعتهم، وحددها إنها لو ما عملتش كده هيقص شعرها. لكن جوستينا وبالرغم من صغر سنها رفضت بكل قوة وقالت: أنا أموت وأعيش على اسم ربنا يسوع المسيح، ومش ممكن أعبد أو أسجد لحد غيره. وساعتها اتجنن الملك وأمر بقص شعرها لغاية آخره. لكن فجأة وقدام الحاضرين رجع شعر جوستينا طول تاني في الحال، فاستغرب الملك جدا وأمر بقص شعرها تاني. وفضل الحال على كده، كل ما يقص شعرها يرجع يطول تاني. ولما تعب الملك وما لقاش حل، أمر بقطع راسها عشان تنول جوستينا إكليل الشهادة على اسم السيد المسيح. والقديسة جوستينا بتعمل معجزات كتير جدا، خصوصاً مع اللي نفسهم في الخلفة، وبمجرد ما يتشفعوا بيها الاستجابة بتكون عجيبة، وبتظهر للأطفال في الأحلام وتلعب معاهم، وأي حد ينده عليها بتستجيب له على طول، ومجرد ذكر اسمها بيطرد الشياطين. وانت كمان صلي معايا وقول: يا رب يسوع المسيح، إله القديسة الطفلة جوستينا اللي اديتها قوة وثبات قدام الظلم والخوف، ادينا احنا كمان قلب ثابت وإيمان ما يخافش من أي تهديد، وروح متمسكة باسمك لآخر نفس. زي ما حولت ضعفها لمعجزة، حول ضعفنا لقوة، وحزننا لفرح، وخوفنا لسلام. بشفاعة القديسة جوستينا استجب لطلباتنا، واعمل في حياتنا عمل يفوق توقعاتنا، وليكن اسمك مباركاً في كل حين. آمين.